سورة لقمان آية 34. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. يا ساكن هذه القرية كل أين ذاك الجابروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما ذاك الصمود، أين أملاك لهم في كل إفك ما يكون؟ زالت الديجان عنهم وخلت تلك التخوت، عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت، ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت، وحيد الحي الذي لا يموت. وما زلنا نواصل سلسلة القرآن الكريم ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم عميد قبائل الشوالحة. وقد أقامت العائلة الكريمة عائلة عبد الزين الأكرمين هذا السراد تكريما وتعظيما وتشريفا إلى روح الفقيد الراحل من داخل كبرى محلات المخازن والفراشة العالمية ولولوة السرادقات المتنقلة حول أنحاء الجمهورية والخيم العلمانية المكيفة متعاهد ليالي الكبار مؤسسة الحاج منصور الشناوي. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة ليلة تكريم عمدة العمد وقائد العرب شيخ مشايخ القبائل العربية العمدة عبد الزين الصافي عبد الزين. أسأل الله رب العالمين أن يجعل ما قرأ وما سيقرأ في هذه الليلة في ميزان حسناته يا رب العالمين. اللهم شفع فيه القرآن والصيام والصلاة. اللهم اسقه من يد المصطفى شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. نعيش ويكون خاشعين منصتين إلى أحد أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية، العلم القرآني والقطب الإذاعي قارئ القرآن بالقراءات والروايات فضيلة القارئ الشيخ محمد السجا، القارئ والمقيم بمركز ومدينة الجلنجات، فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.
جناحك للمؤمنين وقل أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين كفيناك الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما تشركون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر اطلع اسمع برا يا عم. ايه بيك؟ فيك يا سيدي. فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر
وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك
سوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما تشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. تلا علينا آيات الله البينات من أواخر سورة الحجر وأوائل سورة النحل. علم من أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية قارئ القرآن بالقراءات والروايات، أستاذ القرآن والقراءات بالأزهر الشريف فخر القراء محافظة البحيرة، فضيلة القارئ الشيخ محمد السجاد القارئ والمقيم بمركز ومدينة الدمنجات. بفكر من داخل كبرى محلات المخازن والفراش العالمية ومحطات الجزيرة الكبرى ولولاء السرادقات المتنقلة حول أنحاء الجمهورية والخيام الألمانية المكيفة متعاهد ليالي الكبار والمصنف رقم 1 دوليا في عالم الفراشة، والذي يأتي إلينا بكل جديد وجديد في عالم الفراشة مؤسسة أولاد الحاج منصور الشناوي المقيمين بزاوية حمار. كان معنا من الخدمات الفندقية المتنقل حول أنحاء الجمهورية شركة الأمين للخدمات الفندقية إدارة المترو أحمد الأمير نيابة عن قبائل الشوالحة، ويتقدمون بخالص الشكر والتقدير لمن تقدم إليهم بواجب العزاء في وفاة عمدة العمر وقد العرب شيخ مشايخ القبائل العربية العمدة عبد الزين الصافي عبد الزين. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.